التوقعات هذه في الجزائر تراكمت، معناها حتى حد ما كان يتوقع، ما نعرفش انا او كيفاش يقولوها، يعني شكون كان يتوقع انه الجزائر لا تقبل في بريكس. في بريكس؟ انا توقعت، رغم معناها انه الموقف كان الناس الكل ماشي انه يعني الزيارة الأخيرة اللي ما الذي حصل؟ شنو اللي صار؟ معناها حتى قبلت مصر ولم تقبل الجزائر، علاش؟ لأنه الجزائر عملت غلطة تكتيكية استراتيجية كبيرة جدا. الرئيس تبون قام بزيارة الصين بالضبط، وقام بزيارة روسيا، لكن لم يزر الهند. تظن انه فعلا هذا طبعاً هو طبعا البوا، معناها الوزن لكن علاش ما زارش الهند؟ يسأل الجزائريين قبل كل شيء، لكن اعتقد نقولها بكل صراحه ما ننساوش انه هناك في الدول السته اللي دخلوا ثم اسباب موضوعيه واسباب غير موضوعيه. اسباب موضوعيه تنجم اسباب سياسيه بيان سور، معناها لكن ما ننساوش انه من اكبر الدول المنافسه للجزائر في المنطقه العربيه والشرق المتوسطيه هي الامارات. والامارات ماذا بها الجزائر تكون خارج اللعبه، وهذا حتى داخل اروقه الكواليس الجزائريه يقال بوضوح تام. نجم يكون هذا سر من اثار فتور العريقه زاد بين تونس والجزائر مثلا ايضا ما ننساوش دور مهم لاسرائيل، لانه اسرائيل هي حليف اساسي للهند، اسرائيل هي حليف اساسي للامارات، والجزائر هي من الدول القليله الان في المنطقه متاعنا اللي هي تتصدر المواجهه لاسرائيل والمعاداه لاسرائيل. نعرفوا مصر اصبحت مطبعه، المغرب مطبعه، الامارات، السعوديه على الطريق، الجزائر، مصر ما عندها سنوات. الجزائر تبقى هي الدوله الوحيده في المنطقه العربيه اللي هي موقفها مازال صريح وواضح وعلني وقوي جدا ضد دوله اسرائيل. وبالتالي اليوم اعتقد هالظروف هذه كلها، المعطيات هذه كل تخلي الجزائر موقفها ضعيف في الدخول للبريكس. في بريكس.